بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قرأت وبحثت أكثر من سنة كاملة حول علامات الظهور، ألخص لكم هذه الأحداث في هذا الفيلم القصير من الجانب العسكري فقط، معتمدا على روايات أهل البيت وتفاسير علمائنا الأفاضل. ويمكن أن تكون هذه الأحداث في عصرنا الحاضر أو بعد 1000 سنة، العلم عند الله، لا نوقت ولكن نأمل ونرجو. وأول هذه العلامات هي انقسام الشام إلى رايتين أو جيشين، راية الأصهب وراية الأبقع، وسوف تتناحر هاتين الرايتين حتى تغرق الشام من دماء الناس دون غلبة إحدى الرايات على الأخرى. وخلال هذه المعارك الدامية سوف يخرج قائد عسكري من منطقة درعا في جنوب الشام يلقب بالسفياني، ظاهره الدين وباطنه الكفر، ويكون خروجه قبل ظهور الإمام المهدي ب6 أشهر. وقبل ظهور السفياني ستحدث علامات، وهي رجفة في الجابية، وخسف في منطقة حرستة في الشام، وسقوط جدار المسجد الأموي من الجانب الغربي. وأول عمل سوف يقوم به السفياني هو تشكيل جيش قوي والتوجه به إلى دمشق، حيث سيسيطر على منبر دمشق، ثم سيقضي على الرايات المتناحرة وهي الأصهب والأبقع، ومن ثم سيوحد الشام كلها تحت رايته. أثناء هذه المعمعة من قتال وتناحر بين الرايات الثلاثة، سيغتنم الجيش التركي الفرصة للدخول إلى منطقة تسمى الجزيرة، والمحددة في الخارطة باللون الأخضر، وهي تقع شمال منطقة الشام. وسيستولي الأتراك على مدينة قرقيسيا، والتي تسمى حاليا دير الزور. ويعزى سبب دخول الأتراك إلى دير الزور إما لأن المنطقة ذات أهمية استراتيجية، أو لاكتشاف ثروة اقتصادية بها. بعد أن يسيطر السفياني على كافة الشام ويعيد ترتيب صفوف جيشه، سيتوجه نحو قرقيسيا أو دير الزور لطرد الأتراك منها. سيلتحم الجيشان التركي والسفياني في معركة عظيمة سيقتل على إثرها 100,000 رجل، وستشبع سباع الأرض من جثث الجيشين. لن يتمكن أي منهما بالفوز على الآخر، مما يلزم السفياني بتغيير خطته العسكرية بالتوجه إلى العراق بدل طرد الأتراك من قرقيسيا، حيث ستكون العراق دولة ضعيفة مهشمة لا تقوى على الدفاع عن نفسها. وسيكون للسفياني أتباع ومريدين في العراق يناصرونه ويطلبون منه القدوم. سيتوجه السفياني أولا إلى بغداد، ومن ثم إلى الكوفة. وعندما يصل إلى الكوفة سوف يمثل بأهلها أشد التمثيل، وسيبقر بطون النساء، وسينتقم من أهلها أشد الانتقام. عندها ستتحرك راية من فارس تسمى براية الخراساني لنجدة أهل الكوفة ولطرد جيش السفياني، ولكن هذه الراية ستقف على أسوار الكوفة ولن تتمكن من القضاء على الجيش السفياني، ولكنها ستعمل على الحد من بطشه بالكوفيين والتنكيل بهم. في هذه الفترة وفي الجهة المقابلة ستعتلي الحجاز الفتن وتصبح مقسمة ومتفرقة، وبعدها سوف تقتل 15 شخصية معروفة. ونتيجة لهذا الضعف والانقسام في الحجاز
سوف تخرج راية من اليمن، من منطقة تسمى صعدة، من قرية تسمى كرعة، راية تسمى براية اليماني، وهي من أصدق الرايات، واليماني وزير الإمام المهدي وقائد جيوشه. واليماني سيجدها فرصة إثر هذا الانقسام في الحجاز، حيث سيتحرك للسيطرة على مكة والمدينة. وإثر هذا الدخول المفاجئ لليماني سيؤدي إلى هروب كثير من الحجازيين وانضمامهم إلى الجيش السفياني. وعلى الفور سيتحرك جزء من جيش اليماني إلى العراق لمناصرة الكوفيين من بطش السفياني، ولكن للأسف لن يتمكن لا اليماني ولا الخراساني من القضاء على السفياني وجيشه، وسيقفا على حدود الكوفة. عندها سيقوم السفياني بتوحيد جزء كبير من العراق والشام تحت رايته. وبعد هذا سيظهر الإمام المهدي في الكوفة لبعض الناس، وهو الظهور الأصغر، ويؤسس بداية حركته المهدوية. ستصل الأخبار للسفياني بأن هناك حركة يتزعمها شخص في الكوفة يسمى بالمهدي، وعلى الفور يرسل السفياني جواسيسه وجيشه إلى الكوفة للبحث عن الإمام المهدي، مما سيثير الرعب في نفوس الناس. سيخرج الإمام من الكوفة على الفور وسيتجه إلى المدينة. تصل الأخبار إلى السفياني بأن من اسمه المهدي خرج من الكوفة، وإنه متواجد حاليا في المدينة لتجميع بعض المناصرين له. وعلى الفور يرسل السفياني جيش ضخم إلى المدينة، وللأسف سينكل بأهل المدينة كما فعل بأهل الكوفة، ويكثر فيهم القتل لتأييدهم لحركة الإمام المهدي. وفي هذه الأثناء وفي مكة ستخرج شخصية مؤمنة معروفة للناس، سمتها الأحاديث الشريفة بالنفس الزكية. ستقوم هذه الشخصية المؤمنة بالترويج للإمام المهدي والدفاع عنه ونصح الناس بالانقياد خلفه، ولكن أهل مكة سيقتلونه بين الركن والمقام. وسيكون قتله يوم 25 من ذي الحجة، أي قبل خروج الإمام المهدي بأسبوعين. بعد قتل النفس الزكية سوف يتحرك الإمام من المدينة باتجاه مكة. عندها ستصل الأخبار للسفياني بتحرك الإمام المهدي إلى مكة، مما يثير غضبه ويعطي أوامره للجيش بالتوجه إلى مكة والدخول فيها. وقبل دخول جيش السفياني إلى مكة ستظهر آية من آيات الله، وسوف يخسف الله بجيش السفياني في البيداء ويقضي عليهم. سيتوقف جيش السفياني عن متابعة الإمام. في ليلة 10 من محرم، ويصادف ليلة السبت، سيظهر الإمام للناس بعد صلاة العشاء بين الركن والمقام، وسيعرف الناس بنفسه، وسيحاول أعداء الدين من قتله، ولكن سيلتف حوله مناصريه ويحمونه من الاعتداء عليه. وسيسيطر الإمام المهدي على مكة بالتعاون مع الجيش اليماني. وفي اليوم التالي، حيث يصادف يوم 10 من محرم، سيعلن الإمام المهدي خروجه للملأ وتأسيس دولته الشريفة بكل لغات العالم، وسوف تبدأ مرحلة جديدة، والحمد لله رب العالمين.